الفيديو ده لكل الأمهات اللي نفسها تطلع أولادها بصحة كويسة ومبسوطين وناجحين في حياتهم. النهاردة هكلمكم في موضوع مهم جدا، موضوع بيبدأ من سن صغير قوي للأطفال، بس تأثيره بيكمل مع الطفل طول عمره. والموضوع ده هو تغذية الأطفال، وتحديدا أهم 3 نصايح لأي أم بتحب ولادها وعايزة تحافظ على صحتهم من بدري. هقول لكم نصايح عملية مفهومة وبسيطة، بس في نفس الوقت هتفرق جدا جدا لو نفذتيها. وهنفهم سوا ليه سن قبل 7 سنين ده أخطر وأهم مرحلة ممكن تعلمي فيها ابنك حاجات تفضل معاه طول عمره. هلو للي أول مرة بيشوفني، أنا آية بلال، أخصائية تغذية علاجية. أول نقطة هتكلم عنها هي تعليم الطفل العادات الصح قبل ما يتم 7 سنين. عارفة المثل اللي بيقولك التعليم في الصغر كالنقش على الحجر؟ ده مش بس مثل، دي حقيقة علمية مثبتة. الطفل قبل 7 سنين بيكون مخه لسه عامل زي السفنجة، أي حاجة بتدخله بيتشربها وبتترسب وبتثبت. يعني لو علمتيه إن الأكل الصحي حاجة مهمة، وإن الجيم ده الناس بتروحه علشان تعمل شيب حلو وتحافظ على صحتها، مش بيروحوه كعقاب، وإن العصير الطبيعي أحسن بكتير من المشروبات الغازية، المعتقدات دي بتثبت جوه دماغه بشكل مش سهل أبدا إن هو يتغير. بس للأسف في أمهات كتير مش بتاخد بالها من المرحلة دي، وبتفتكر إن ابني لسه صغير هيكبر وهيتعلم، ودي أكبر غلطة. لأن في السن ده تحديدا الطفل بيبقى لسه بيتشكل. يعني مثلا لو كل مرة الطفل بيبقى جعان أو بيعيط فيها اديتيله شوكولاتاية أو بسكوت علشان يسكت، هو خلاص كده بيتعلم إن الأكل الغير صحي ده بتاع الراحة والسعادة، وده بيفضل يتراكم جواه، وبيكون هو السبب في إن الطفل لما بيكبر بياكل غلط لما بيتوتر أو بيزهق. قولولي في الكومنتس ايه اكتر حاجة بتحاولي تعودي ولادك عليها، وايه اكبر تحدي بتقابليه معاهم في الاكل. وتاني نقطة هي أهمية البروتين للنمو ودوره في صحة الطفل. البروتين هو حجر الأساس علشان تبني جسم طفلك. كل خلية في جسمه وكل عضلة وكل شعرة وكل ضفر وكل طاقة بيحتاجها بتعتمد على البروتين. بس للأسف أغلب أكل الأطفال النهاردة مليان نشويات وسكريات، وسندوتشات المدرسة كلها عبارة عن لانشون ومربى وشوكولاتة. فين بقى البيض؟ فين الزبادي؟ فين صدور الفراخ؟ فين كل الحاجات المهمة دي؟ المشكلة إن في أطفال جسمهم مش بيطول ومش بينمو بشكل طبيعي ومش بيكون عضلات، لأن مفيش بروتين كفاية بيدخل لهم في أكلهم. ولما الأم بتيجي تشتكي وتقول إن ابني ضعيف أو شكله أصغر من سنه، أول حاجة ببص عليها هي نوع الأكل اللي هو بياكله، وأغلب الوقت بلاقي إن البروتين شبه مش موجود في النظام الغذائي بتاعه. كمان البروتين ده بيساعد الطفل إن هو يحس بالشبع لفترات طويلة، فبيقلل من النهم بتاع الأكل. ده غير إن البروتين بيساعد في بناء المناعة بتاعة الأطفال، وده مهم جدا خصوصا في سن الحضانة والمدرسة اللي الطفل بيكون معرض فيها طول الوقت إن هو يتعدي من أصحابه. وتالت نقطة هي شرح علاقة الأكل بزيادة الوزن للطفل. في أمهات بتخاف على شكل طفلها، ودي حاجة حلوة طبعا، بس لما تلاقي ابنها بدأ إن هو يتخن، بدل ما تفهمه بتبدأ تزعقله أو تمنع عنه الأكل فجأة، وده أكبر غلط. في أطفال حرفيا هم بيكتشفوا لأول مرة إن في علاقة أصلا بين الأكل ووزن الجسم لما حد بيقول لهم أنت تخنت عشان أنت بتاكل كتير، وده بيكون صدمة بالنسبة لهم لأن محدش فهمهم الكلام ده قبل كده. فلازم من بدري إن احنا نفهم الطفل بشكل لطيف يعني إيه أكل صحي، ويعني إيه أكل ممكن يضر جسمه. مش لازم نشرح له طبعا بشكل علمي وبالتفصيل، لأ، احنا ممكن نفهمه بمواقف وألعاب وقصص بسيطة. يعني مثلا لما الطفل يختار إن هو ياكل بطاطس محمرة على الفطار، اسأليه تفتكر البطاطس دي هتديك طاقة إن أنت تلعب بيها ولا هتخليك كسلان؟ تعرف إن إحنا لو كلنا بيض بدلها ده هيخلينا أقوى وعندنا طاقة كبيرة إن إحنا نقدر نلعب بيها؟
الطريقة دي مختلفة تماما عن مش هتاكل بطاطس تاني، او انا قلت 100 مرة بلاش شوكولاتة بلاش بطاطس بلاش الاكلة الفلانية دي. الطفل لما بيفهم مش هينفر من الحاجة اللي انت بتقوليها، لكن لما بيتحرم من غير تفسير تعلقه بيزيد بالحاجة، وده علشان كل ممنوع مرغوب حتى بالنسبة للأطفال. كمان مهم جدا ان الطفل يكون نشيط وبيلعب رياضة، اي رياضة، سباحة، كاراتيه، كرة قدم، اي حاجة، مش بس علشان يحرق دهون، ده علشان يتعلم الالتزام ويتحرك ويبعد عن البلاي ستيشن والشاشات والموبايلات اللي ماسكين فيها طول الليل والنهار. الحركة دي مش رفاهية، دي أساسيات للصحة النفسية والجسدية. خليكي دايما فاكرة ان انتي القدوة، الطفل بيقلد مش بيسمع. يعني مش هينفع تقوليله كل يا حبيبي خضار وانتي بتاكلي بيتزا وبرجر قدامه كل يوم، ولا تقوليله بلاش سكر وهو شايف ان انتي بتشربي بيبسي كل يوم وبتشربي مشروبات فيها سكريات قد كده. لو هو شايفك بتاكلي صح وبتشربي مية وبتتحركي هو هيعمل زيك بالظبط. لو شاف ان انتي بتنامي بدري هو هيتعود على النظام وعلى ان هو ينام بدري. في كانت تحكي لي انها كانت بتاكل فواكه كتير، فابنها كل يوم بقى يجي يقول لها ماما انا عايزه اكل موزه زيك، من غير ما تجيب هي خالص سيره الاكل الصحي. هو لوحده حب يقلدها في الحاجه اللي هي بتعملها بشكل يومي. فالمعتقدات في الصغر دي بتتشكل بسهولة جدا. يعني لو الطفل من صغره صدق ان اللبن مهم للعظم هيكبر وهو مقتنع بده. لو صدق ان الفاست فود حاجة وحشة مش هيتشدله لما يكبر. ولما المعتقد ده بيتكون من بدري بيكون صعب ان هو يتكسر بعدين. علشان كده لازم نشتغل على الجانب النفسي والمعنوي مع الطفل، مش بس ان احنا نحط له الاكل ونقول خلاص هو كده بياكل كويس. خلاصة الكلام، علمي طفلك من بدري، لأن اللي بيتعلمه في أول 7 سنين بيفضل معاه طول عمره. ركزي على البروتين، هو الأساس في نموه وفي الشبع بتاعه وفي مناعته. فهميه يعني إيه أكل صحي بطريقة لذيذة وسهلة، من غير تهزيق ومن غير عقاب. خليه يتحرك ويمارس رياضة مش بس علشان الوزن، لكن علشان يفضل نشيط ويحس إن هو مبسوط. وافتكري دايما ان هو بيقلدك اكتر ما بيسمع كلامك، فخليكي دايما القدوة الصح قدامه. ولو الفيديو ده عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل علشان يوصلك كل جديد، واعملي شير للفيديو مع اي ام عندها طفل صغير علشان نساعد بعض نربي جيل صحي وسعيد.